ازيكم عاملين ايه؟ معاكم يوميات اسماء عفيفي، بعمل وصفات سهلة وسريعة من مطبخي. وصفتنا النهاردة هتكون الأكلة المنقذة اللي أي حد يدخل المطبخ يعملها على طول، المكرونة والبانيه، بس بطريقة مختلفة وكمان هتكون بطعم مختلف. يلا بينا نخش على طول في مقاديرنا. هيكون معايا نص كيلو من البانيه غسله كويس جدا ومصفياه من المية تماما، وكمان هتكون معايا بصلاية كده محترمة كده مبشورة، وليمونة، وحبيتين من الطماطم مبشورين، والملح والفلفل. لو في مثلا كمان بابريكا او توم باودر وبصل باودر هيبقى طعمهم برضو حلو قوي في مع البانيه، بتبقى حلوة قوي، بس انا ما كانش عندي متوفر ساعتها. المهم هنزل بقى كده بالليمون والبصل وكمان الطماطم مبشورين زي ما اتفقنا، وهحط بقى الملح والفلفل، برضو هيطلع طعمه حلو قوي. هتبل بقى البانيه مع البصل والطماطم والفلفل والملح، هخلي المكونات دي كلها تختلط كده في قلب بعضها، وهسيبهم يعني يتبلوا كده نص ساعة، ونحضر بقى ايه الكفر الخارجي بس بعد ما نسيب البانيه نص ساعة. طيب انا هنا بقى حاطه على الكفر الخارجي كوبايه من الدقيق وكوبايه من الفيجيتار اللي هو السايب من عند العطار، وكمان هحط معلقتين من النشا. بجيب الفيجيتار سايب من عند العطار مع الدقيق والنشا، هقلب بقى ده كله مع بعضه كده، الدقيق مع النشا مع الفيجيتار. وهنعمل بقى الكفر الخارجي للبانيه. هنزل بس اي بصلايه كده او طماطمايه من اللي هما المبشورين دول هشيلهم عشان الكفر يثبت معانا. وهجيب بقى يعني بولة كده يكون فيها مية، وبعد كده هجيب البانيه هغلفه بالدقيق، هنفضه كويس، وبعد كده هحطه في المية وهرده تاني في الدقيق. هكون بقى طبعا محضرة الطاسة بتاعتي، هخلي الزيت يسخن كويس جدا معايا، هحطه بقى في الدقيق وعلى طول على الزيت. نعمل برضو واحدة كمان. الحركة بتاعت المية دي بتخلي الكفر بتاع البانيه يثبت معايا، ما ينزلش خالص من البانيه. حطيت كده البانيه في قلب الدقيق، وبعد كده المية، وبعد كده الدقيق تاني، اغلفه كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وبعد كده بقى ايه نحطه في الطاسة يتحمر تاني على طول. خليت هنا الزيت يسخن معايا، وبعد كده نزلت بالبانيه بتاعي، حمرته طبعا الاول من تحت، وبعد كده قلبته الناحية التانية. طبعا بقى حابين اللون الفاتح، حابين اللون الغامق، انا بالنسبة لنا هنا بيحبوا اللون اللي هو الفاتح ده، بس اللي حابب يغمق البانيه عن كده يغمقه تمام كده. بقى خلاص اتحمر من الجهتين، هطلعه بقى، حتى كمان مش هيبقى متشرب معاكم زيت خالص. هطلع بقى كمية البانيه، ويلا بينا بقى نعمل المكرونة بتاعتنا بطعم تاني خالص. اول حاجة كده انا جبت الحلة كده، حطيت نصها مية. انا هعمل هنا نص كيلو من المكرونة ومعلقتين زيت كده، وكمان معلقة من الملح. بخلي الاول المية بتاعتي تغلي وبنزل عليها بالزيت والملح. جبت بقى نص الكيلو المكرونة، بعد ما المية بتاعتي ما تغلي هحط نص كيلو المكرونة كله. هقلب بقى المكرونة، يعني هي بتاخد يعني دقيقة كده او دقيقتين، يعني مش بخليها تستوي خالص، وبصفيها في المصفى. هنعمل بقى الصوص بتاع المكرونة او الصلصة بتاعة المكرونة. هنزل الاول بالزيت، ومعاه كمان 4 فصوص كده من الثوم انا مقطعاه.
يدوب بس ريحة التوم تطلع كده معايا، هنزل على طول بالطماطم المبشورة. انا حاطة على نص كيلو المكرونة نص كيلو طماطم مبشورة، بشرها مش ضربها في الخلاط. جربوا الطماطم المبشورة في المكرونة، هتدي طعم تاني خالص للمكرونة. وكمان التوم برضو بيديها طعم مختلف خالص. هجيب بقى نص كوباية كده من المية هضيفها عليها، وكمان بقى ايه هضيف المكعب من مرقة الدجاج والملح والفلفل. حلو قوي كده. لو حابين مثلا نضيف معلقة من الصلصة نضيف، ماشي تمام. والملح والكمون والفلفل، وكمان هحط ربع معلقة كده من السكر عشان طبعا تعادل الحموضة بتاعة الطماطم. انا هسيبها تتسبك شوية بس مش هخليها تتسبك قوي، يعني انا ما بحبش الصلصة تبقى متسبكة قوي. وبعد كده هنزل على طول بالمكرونة بتاعتي. هي قوي لحد هنا حلوة قوي. هنزل بقى بالمكرونة وهقلب المكرونة في قلب الصلصة، وهدي النار عليها كده، يعني هسيبها دقيقتين في قلب الصلصة وهدي النار عليها وهغطيها. وبعد كده يبقى ايه خلصنا كده المكرونة بتاعتنا. مش هفضل اقلب فيها كل شوية، لا هي يدوب بس التقليبة دي وهغطيها هسيبها دقيقتين وخلاص على كده. بس كده حلوة قوي. وصفتنا النهاردة كانت وصفة سهلة وسريعة، البانيه مع المكرونة بطريقة مختلفة وطعم مختلف كمان. اتمنى ان انتم تجربوها. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة. كنتم مع يوميات اسماء عفيفي.